بونجور، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله منيح. امبارح وعينا على جريمة هزت لبنان والمجتمع اللبناني. جريمة علاء، البساتين علاء. هي بمنطقة البساتين بس بمحافظة علاء. مرة تقتل زوجها، تحط له سم بالأكل، وبترجع حد حكي الناس والجيران يعني والأهل. أكيد نحنا ما شفنا، عم بيقولوا إنه مقطعت له جسمه، وناس بتقول حرقت له جثته، وناس بتقول كبي عليه أسيد ورميته بالبحراج عليه. هلأ في ناس عم بتقول إنه هي المرة كانت عم بتخونه، عندها عشيق سوري، وهي اتفقت معه إنه تعمل هيك ليتخلصوا منه، وهو كان بده يطلقها. هيك بيو عم بيحكي. وناس بتقول إنه كماشا مرة بالبيت كمان معه وهددها. كل واحد بيحكي خبرية. بتعرف بس توقع البقرة بيكتروا صلاخينا بلبنان، خصوصا عنا بلبنان. ومن 20 آب الجريمة صايرة، وخطه مطفي وما حدا عم يعرف عنه شي. لا انكشفت الجريمة امبارح الصبح بأحراج علي الجبل فوق. هلا هي الخبرية يعني الجريمة غريبة علينا كمرأة انه تعمل هيك بزوجها وتعمل هيك فيه. بس الغريب انه هالجرايم الكترانة، يعني ما بتسمع غير جرايم. والمرة متفقة مع 2 سورية. هلا هي وهذا السوري انكمشوا، هلا هني موقفين عم يتحقق معهم، بس في واحد سوري هرب فلعة سوريا. جرايم كتير كترانة بطريقة بشعة. كمان عم نسمع امبارح قتلينه لبيو لوديع الشيخ مطرب، كمان مقوسينه بعد مش معروف شي. جرايم كتير كترانة وبطرق غريبة عجيبة. وشو بدنا نحكي، بلد عن جد صار مزعج. يعني بتقعد كل يوم صرت كأنك عايش بجزيرة نائية وغابة، وكل يوم تسمع بجريمة وكل يوم تسمع بقصة. الله يسترنا.